نجم الزمالك يؤكد: فيريرا كان دايما بيقول اللاعب ده هو الوحيد اللي يقدر يلعب في أوروبا. حازم إمام لاعب الزمالك السابق كشف خلال تصريحاته الأخيرة عن حديث للبرتغالي فيريرا عن اللاعب إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، حيث تم استبعاد اللاعب نتيجة عدة أسباب ووفقا لرؤية فنية وانضباطية للمدير الفني البرتغالي فيريرا خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي. حازم إمام وخلال تصريحاته الأخيرة كشف عن رأي فيريرا في إمام عاشور، وقال بالنص إن فيريرا قال لإمام عاشور إن هو اللاعب الوحيد في الزمالك واللي ممكن يحترف في أوروبا. حازم إمام خلال تصريحاته قال إن إمام عاشور لاعب مميز جدا وموهوب، وإنه يتمنى كحازم إنه يكون عند حسن ظن الجماهير البيضاء اللي بتحبه وتعشقه. وأتم حازم إمام تصريحاته إن إمام عاشور أمامه مستقبل كبير، ولكن عليه إنه يكون حريص على نفسه، والجهاز الفني والإدارة سيقدمون الدعم للاعب.